السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم ها انتم كتشوفوا. اليوم غنشارك معكم واحد الاكله اللي ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. عندي 4 ديال الطماطم، غنقطعوهم قطع صغيره على هذا الشكل هذا، او قطع صغيره على هكذا، المهم كيبقى على حسب نتوما، باش غنطحنهم بطريقه سهله. وما نساوش نزولوا جميع الشوائب اللي فيهم. فانا هاد طماطم هانتوما كتشوفوهم غسلتهم مزيان، ولكن ما قشرتهمش، طحنتهم بالقشور ديالهم، السريعه ديالهم، بكل شيء. نتوما الا بغيتو تقشروهم قشروهم. 3 ديال الثومات، فصوص ديال الثوم كنقطعوهم حتى هما، وكنعمل نص كوب ديال الماء، وكنطحن الخليط. غناخد 2 فلفلات صغارين او 3 على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، وكنقطعوهم على هاد الشكل هذا. فانا هاد الاكله هادي عندي ديال 2 اشخاص، نتوما على حسب الاشخاص اللي عندكم. فانا عملت الفلفل الاخضر، بامكانكم تعملوا الفلفل الاحمر او الاصفر على حسب الذوق ديالكم. فانا هنا عندي فقط 2 فلفلات، زولت لهم الزريعه اللي داخل. سكبت هاد لاصوص في الطنجره، وعملت قليل من الماء، عملت نص كوب ديال الماء معاها. ودابا غندوزو للتوابل اللي غنعمل. هنا قليل من المعدنوس، الكميه اللي كتحتاجو او كتعجبكم. فانا كيعجبني المذاق ديال المعدنوس شويه، فعملت 2 معالق صغار ديال المعدنوس ولكن عامرين. هنا عملت 2 معالق عامرين ديال الفلفل الاحمر، وهنايا ملعقه متوسطه ديال الفلفل الاسود، والاخر عملت الكاري على حسب الذوق ديالكم. بغيتو تعملوه، ما بغيتوش تعملوه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهنايا عملت ربع كاس ديال الزيت العادي. يستحسن تعملوا زيت الزيتون، اللي ما كيبغيش زيت الزيتون بامكانكم تعملوا زيت عادي كيف ما عملت انا. وكنضيف الاخر الفلفل اللي كتشوفوا الاخضر، اللي كانوا عندي 2 ديال الفلفلات. ودابا غنخليهم يطيبوا. هنا بغيت نحضر المايونيز. هنا عندي بيضه. هاد المايونيز هادي كتبقى على حسب الذوق ديالكم شنو بغيتو فيها. عملت رشه من الملح. الناس اللي ما كتستقلهمش المايونيز، فهاد الطريقه هذه سهله ومبسطه. ورشه من الفلفل الاسود او الابزار. وهنايا ملعقه كبيره من الخل. الخل على حسب الخل شحال بغيتو تعملوا ملعقه كبيره، بغيتو تعملوا ملعقه ونصف، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ونعمل 2 معالق كبار ديال الزيت، ونخلط مزيان كيف ما كتلاحظوا. تخلط لي، انا كنخلط وانا كنزيد الزيت بشويه بشويه حتى كيعقد ليا الزيت على حسب الثقاله اللي بغيتو ديال المايونيز. بغيتوها ثقيله كتزيدوا الزيت على حسب الثقوليه اللي بغيتو، حتى يمكن توصلوا حتى لكاس صغير ديال الزيت. انا كنعمل الزيت وانا كنشوف كيفاش خصني المايونيز، واش خصني ثقيله بزاف اولا خفيفه شويه. فكيبقى على حسب الذوق ديالي والذوق ديال كل وحده. ها نتوما كتشوفوا بدات كتقل ليا، ولكن انا صراحه باقي خصني انا مايونيز، يعني بحال اللي كنشريها من الزنقه، يعني خصني تكون عقده مزيان. بهذه الطريقه هذه غنوريكم واحد السلطه اللي صراحه كتعجبني بزاف. سلطه كنعدلوها بالملفوف او الكرومب، غنشاركها معكم. هذا كميه صغيره، او هذه كميه صغيره من الملفوف، كنقطعها شطائر صغيورين على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الطوله ديالكم. انا عملت هاد الشطائر صغيورين شويه.
الا بغيت كتر من هكذا فكنحاول نعملوهم رقاق على هذا الشكل هذا، وكنخلطهم بالمايونيز. دابا غندخلهم للثلاجه. بعد ما ندوزو دابا البطاطس، فانا غنعمل اليوم القلي ديال البطاطس، غنقطعها شطائر صغيره كيف ما كتلاحظوا على حسب الكميه ديال الاشخاص اللي عندي. فانا عندي هاد الاكله هادي من 2 اشخاص. قطعت 3 ديال البطواطات، غنقطعهم بهذا الشكل هذا وغنغسلهم وغنعملوهم في الملح ونعملوهم في الثلاجه. ودابا غنقشر الكامبا، فهذه الطريقه السهله اللي كنقشر بها الكامبا. كنحاول نزول جميع الشوائب. هاد القشور هادو غنحتفظ بهم باش غنعمل بهم الشوربه ديال الخضر اللي صراحه كتعجبني بزاف والبنات بزاف عجباتهم. المهم الا بغيتو نعمل لكم الطريقه ديال الجبن فقولوها لي وانا ان شاء الله انا راهنا الاشاره ديالكم. نزولوا جميع الشوائب اللي كتشوفوا ديال هاد الكامبا، ونزولوا لها حتى لديك الرجيلات التحتانيين باش ما يكونش فيها حتى شي حاجه، تكون صالحه للاكل 100%. ها هي هاد الاكله هذه كيف ما قلت لكم، فانا حاولت نعمل الاكله ديال الغداء وبغيت نشاركها معكم بجميع الحاجات ديالها، فكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فهاد الاكله هذه الا بغيتو تعملوها يعني كتنقم عليكم ما بين 40 درهم حتى ل 50 درهم. الا جينا ناكلوها في المطعم فبطبيعه الحال يعني غنقدر ناكلوها بالثمن مضوبل. فكنحاول بما ان كنشرح لكم باش نستافدوا من الاكلات ديال الزنقه نعملوهم في الدار. بعد ما قشرتها هانتوما كيف ما كتلاحظوا نغسلها، ضروري نغسلها بالماء والملح مزيان. وها هي لاصوص ديالي وجدت تقريبا توجد. كنزل فيها الكامبا لان كنعرفوا الكامبا دغيا كطيب. بعد ما طابت هاد الكامبا هادي غناخد هاد الطاجين هذا كيف ما كتلاحظوا وغنفقس فيه 2 ديال البيضات. كيف ما قلت لكم هاد الاكله هادي اللي شخصين كيبقاو البيضات على حسب الافراد ديال الاشخاص اللي عندكم. هاد الثانيه ونغطيها ونخليها طيب شويه باش البيضات دغيا يطيبوا. وها الاكله ديالي واجده، فكنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. ها هما البيضات ديالي طابوا. هاد البطاطا كيف ما تقلات عملت لها شويه ديال الفلفل الاحمر باش يزينها. وهاد الشلاضه هذه خلطتها مزيان بالمايونيز وهانتوما كتشوفوا. فكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم.